النهاردة بيحكي عن الأرض سنة 2077 بعد الأرض ما اتضربت واتدمرت في الحرب، ومسحوا ذاكرة الناس اللي بقيوا. وبتحكي القصة عن جاك هاربر اللي كان بيصلح طيارات مقاتلة، ومعاه فيكتوريا فريقه عايشين مع بعض بقالهم فترة بينفذوا المهمة دي. هي بتراقب وتتلقى الأوامر، وجاك بيروح يصلح الطيارات اللي بتتعطل بفعل ناس بيقولوا لهم الزبالين. وكان فاضل أسبوعين بس قدام جاك وفريقه وينتقلوا ويسيبوا الأرض ويلحقوا الناس بتوعهم. وكان جاك بيشوف أفلام وواحدة جميلة بتظهر له وهي عبارة عن ذاكرة. ولما هاجر سكان الأرض بنوا حاجة اسمها التت، وده كان مركز تحكم العمليات، وهي محطة فضاء مؤقتة قبل ما يروحوا كوكب تايتن. وكل البشر هناك، وهاربر وفيكتوريا قاعدين عشان يحموا المنشأة دي اللي بتمد السكان بالمية. وان الزبالين دول كانوا بيبوظوا المهمة بتاعتهم وبيهاجموا الطيارات وعاوزين يقتلوا جاك كمان. بلغته فيكتوريا ان في طيارتين متعطلين وراح يصلحهم. صلح واحدة وراح مكان التانية، وكان في واحد بيراقبه. نزل مكان تحت الارض ولقى الزبالين عاملين له كمين وكانوا هيمسكوه، بس الطيارة لحقته وضربت النار على اللي بيطاردوه. وتاني يوم الحفار المائي انفجر واتعطل للابد. ولما راح شافه لقى ان في اشارة من خارج الكوكب وان الزبالين هم اللي فجروه. ولما وصل جاك للمكان لقى مبنى زي المنارة. اكتشف ان الزبالين بيستخدموا المبنى ده للارسال والاستقبال. راح بعد كده جاك لبيت جميل. واضح ان جاك ما كانش عايز يسيب الارض ويهاجر، وابتدى يفتكر مشاهد مع البنت اللي بيحلم بيها. صح على صوت انفجار وشاف حاجة بتقع في الاحداثيات بتاعة المنارة. كلمته فيكتوريا وقالت له ما تروحش هناك لان جالها اوامر رئيستها ان الطيارات هتروح. بس هو صمم وراح. لقى مكان انفجار، ولما نزل لقى 5 توابيت وفيهم ناس، ولقى الطيارات بتقتل الناس اللي في التوابيت دي. والطيارة حاولت تقتل الناجية اللي معاه فوقف قدامها، فمشيت وسابته لما عرفت ان هو. ولما شاف البنت دي اللي شافها في احلامه اخدها لبيته، ولما فاقت نادت عليه باسمه وفقدت الوعي تاني. بعد كده عرفوها بنفسهم وقالت لهم انها جوليا، وحكوا لها ان كل اللي معاها ماتوا. وبدا يحكي لها عن الزبالين انهم دمروا الكوكب وانهم على قاعده فضائيه وبيستعدوا عشان يمشوا هم كمان، وهيقدموا تقرير يقولوا للتت انها معاهم. وهي قالت له انها عاوزه تجيب سجل الطيران من السفينه بتاعتها اللي اتدمرت. راح معاها لمكان السفينه وظهر الزبالين وعملوا لهم كمين وخدوهم. ولما فاق لقى نفسه مربوط، واحد بيكلمه وقال له ان هو بيراقبه بقاله فتره، وان الزبالين دول بشر مش فضائيين، وان الخوذه بتاعتهم اللي هم بيلبسوها دي اجهزه تشويش للطيارات، وان الطيارات دي بتقتل البشر. وعرفه على فريقه وخده معاه، وقال له ان كمان هو معاه مفاعل اسمه مفاعل الاوديسي الحربي، وده واخد من وكاله ناسا، وكمان معاه قنبله نوويه وطياره، بس محتاجينه علشان يصلح الطياره دي، وعاوزينه يبرمجها ويخليها تفجر التت علشان ينهوا الحرب. مرضيش طبعا، وكان فاكره ان هو بيضحك عليه. راح جندي منهم ضرب رصاصه في صدره بس ما اثرتش فيه، وهددوه ان هم هيقتلوا جوليا. ظهرت طياره بتدور على جاك، راحوا هم فجروها. والزعيم قال له كل الحقيقه واداله الموتوسيكل بتاعه وسلاح، وقال له لو عايز تعرف كل الحقيقه روح مكان الاشعاع. ولما وصلوا للمناره جاك قال لها انت مين؟ قالت له انا كنت هدمر التت. ما صدقش طبعا كلامها وقال لها انت مين؟ قالت له انا مراتك في الاخر، وانا ما اعرفش اللي حصل وانت مش انت. وقالت له ان احنا كنا هنا انا وانت، وافتكر مشاهد فعلا ليهم مع بعض، واداها خاتم واتجوزوا. وجات لهم الطياره بتاعت جاك، وفيكتوريا شافتهم وقعدت تعيط طبعا لان شافتهم ماسكين ايدين بعض. ركبوا الطياره وراحوا لها، وقال لها جاك لازم نمشي دلوقتي، وان البنت دي مراتي. ما رضيتش تفتح لهم الباب، وكلمت البرج وقالت لهم ان في مشكله مع جاك، وبلغت عن جوليا وجاك كمان. واتفتح الباب وقال لها جاك تعالي معايا، مفيش حاجه اسمها تايتن وكل ده كده. وظهرت طياره وضربت جاك، وكانت هتكمل عليه لولا جوليا ركبت الطياره بتاعت جاك وضربت الطياره اللي بدون طيار. وكلمته سالم من التت وقالت له عاوزاك في مهمه انت وجوليا، بعد ما قتلت فيكتوريا. طبعا ما صدقهاش ومشي بالطياره مع جوليا، واتفاجئ ان في 3 طيارات بيطاردوه. استخبى في حته ومشي وراهم ودمرهم كلهم في مطارده كبيره، بس كان في واحده فيهم فيها الروح شويه، راحت ضربته قبل ما يفجرها، وقعت طيارتهم هما الاثنين. وفجاه ظهرت طياره تانية زي بتاعت جاك اللي بيمشي بيها، ولما راح يشوف شاف نسخه منه طبق الاصل. رمى سلاحه طبعا وقال له وقف الطياره وما تصلحهاش. بداوا يضربوا في بعض، واتصابت جوليا، وجاك اتغلب على شبيهه وافقدوا الوعي كمان، وربطوا وعطل الطياره بسرعه وجري على جوليا وركب الطياره. وفهم الموضوع كله في وقتها انهم عاملين منه نسخ كتير جدا. وراح مكان الشخص اللي زيه وكان رقمه 52، ولقى هناك فيكتوريا كمان. خد الادويه وراح لجوليا وعالجها وخدها للبيت الجميل بتاعه ده، وقال لها ان هو مش جوزها وانه واحد مستنسخ. قالت له ان دي كلها ذكرياته هو، وحاولت تفهمه انها مش فارق معاها، المهم ان هو يكون بيحبها. وقال لها انه هيروح يساعد الزبالين، وعدها انه هيرجع لها بعد نهايه الموضوع. وصلوا للزبالين اللي استقبلهم رئيسهم، وحكى الحقيقه كلها لجاك، وقال له ان التت صنع منه نسخ كتير قوي، وان جاك كان احسن واحد فيهم وقلبوه ضدهم. وصلح جاك الطياره اللي عندهم واتجمع كل الزبالين قدامه ورحبوا بيه كلهم.
ولما فتحوا الباب عشان يجربوا الطياره جات لهم 3 طيارات مقاتله ودخلت عليهم وقعدت تموت في الناس كلها، ودارت معركه كبيره قوي وناس كتير ماتت، وجري الباقي على ملجأ. وبعد ما تخلصوا من الطيارات بعد عذاب طبعا وفاقوا لقوا رئيسهم بيموت، وقال له جاك انه هياخد القنبله ويروح يفجر التت، وان جوليا كمان هتروح معاه. حط جوليا في التابوت وجمدها وركب الطياره ووصل التت، وسالته سالي مين اللي راكب معاك؟ قال لها انا جيت ومعايا جوليا، واقنعها انه يخش التت ودخل فعلا. بس سالي اكتشفت ان هو بيكذب عليها، فقال لها انه عاوز جوليا تعيش، صدقته وخلته يكمل دخول. ولما دخل شاف المستنسخين وانهم كتير قوي فعلا زي ما قال له رئيس الزبالين. وصل هناك ولما كان بيطلع الناجيه كانت خدعه منه، وطلع مكانها رئيس الزبالين وفعل القنبله وفجرها كلها في التت، وانفجرت الطيارات كلها اللي كانت بتقتل الزبالين. بعد كده ظهرت جوليا ومعاها بنت في البيت اللي وداها فيه جاك، وظهر ناس تانية، وظهر كمان جاك هاربر 52. وانتهى فيلم النهارده. يا رب تكون عجبتكم القصه. اشترك في القناه وفعل الجرس علشان تشوف كل جديد، واعمل لايك وشير الفيديو لاصحابك. معاكم ممدوح من تمنية فيلم.